اطلاقا اطلاقا. اهلا بحضرتك. ومبسوط ان انت قلت لي ان انت رايح BBC النهارده الساعه 8 ان شاء الله باذن الله. فده شيء كويس، يعني انتشارنا في القنوات الاخرى برضو شيء جيد جدا. يعني هاخد بس تعليق حضرتك. لم نتلقى حتى الان ما يفيد اسقاط الطائره الروسيه بعمل ارهابي. تعليقك ايه على التقرير او على البيان الصحفي اللي طلع ده؟ هو الحقيقه هو بيان صحفي زي ما حضرتك قلت، هو مش تقرير. هو بيان صحفي وبريس ريليس بيتعمل نظرا للاهتمام الراي العام بالتحقيق. فجهات التحقيق مطالبه انها كل فتره تطمئن الراي العام لان التحقيق ماشي في اتجاهه الصحيح. التحقيق ده تحقيق فني، ده يختلف عن التحقيق الجنائي الذي تجريه النيابه العامه. يعني في على التوازي تحقيق اخر تجريه النيابه العامه. التقرير الفني يا فندم ده بيتم طبقا لتعليمات المنظمه العالميه للطيران الايكاو. تمام. وله قواعد ورولز لا يمكن الخروج عنها. لانه هو التقرير اللي بيؤخذ به لكل الاعتبارات التامينيه واعتبارات التعويضات وهو الى اخره في المحاكم. وبالتالي التقرير ده لازم يكون نمره واحد الفايندنجز اللي فيه مثبته. نمره اثنين لازم تثبت اولا الحاجات اللي انت لقيتها. نمره اثنين لازم تكون دوكيومنتد. يعني لما تيجي حضرتك تقول تفجير يبقى لازم تقول لقينا الماده الفلانيه، اثار الماده الفلانيه، والماده الفلانيه دي موجوده في المفجرات، ودي وجدت مثلا عن طريق المعامل الفلانيه. يعني كمان لازم تذكر المعمل الكيماوي اللي انت لجأت له عشان يحلل لك هذا الكلام. تمام. فبالتالي التحقيق لا يستطيع ان يختلق واقع لمجرد انه في نظريات شايفه ان ده الوضع. التحقيق بيلتزم تماما بالمهنيه وبالفنيه، وهناك مراقبين دوليين وهناك اعضاء دوليين في التحقيق، وبالتالي هو ملتزم بالمهنيه والفنيه المطلقه في هذا التحقيق. دي سمعه مصر العالميه في مجال الطيران يعني. يعني حضرتك لا تشكك في اي، يعني البيان الصحفي ده حضرتك يعني عايز تقول انه ما ينفعش نشكك فيه. لا يا فندم، هو بيقول لغايه الان انا ما لقيتش اي اثار لماده تشير الى وجود انفجار او الى ظواهر تشير الى انفجار. وفي دليل يبقى في دليل معاه وهو بيتكلم في هذا الاطار. طبعا بيقول لغايه الان، وبيقول بعد كده هعمل ايه؟ انا هجيب بقى الحاجات بتاعه الطيارين وهجمع الطياره واجيبها واجمعها في مكان امن بحيث اقدر اشوف النظريات الاخرى. انا مش هقف عند حته التفجير ولا ابحث في باقي الاحتمالات. خاصة ان انا ما عنديش حاجة تقول ان في تفجير لغاية حتى الان. برضو عشان بس ما يعني احنا لا بنشكك في حد ولا بنقول يعني ده غلطان ولا ده غلطان. احنا بنقول انه لغاية الان احنا مش لاقيين اي اثار تدل على تفجير او على وجود مادة مفرقعة. طيب تفسير حضرتك لما سبق انه اول الطيارة ما وقعت بعدها بيومين الاستخبارات البريطانية قالت او المخابرات البريطانية قالت ده تفجير، الامريكية قالت تفجير، بعدها بشوية الروسية طلعت قالت انا جاي لي بيانات، استنت شوية وبعدين قالت تفجير. تفسير حضرتك لده ايه؟ هو طبعا حصل تسييس جامد جدا للحادث من الاول. ده بالتاكيد يعني حصل كل جهة حاولت انها تستفيد سياسيا من الحادث ومن الحاجه اللي حصلت. يمكن الروس كانوا اكثر الناس الما من الحادث بحكم الخسائر الكبيره اللي حصلت في المواطنين الروس. مصر طبعا هي في نهايه الامر هي يعني اضيرت ضرر بالغ جدا في اقتصادها وكده. انما احنا بنتكلم على انه الجهات الاجنبيه التي سارعت خلافا لما يقتضيه العرف الدولي باستباق نتائج التحقيق والإعلان عن نتائج تحقيق لا تستند إلى أي أدلة قدموها للجانب المصري. هذا الاستباق ده تسييس للموقف. تسييس للموقف يعني. طبعا بالتأكيد. بالتالي إن احنا لجنة التحقيق لازم كل شوية تطلع بيان تقول فيما توصلت إلى الفترة اللي فاتت. بالظبط يا فندم. هي بتخطر بما ان الراي العام مهتم جدا بهذا، الراي العام العالمي الحقيقه مش مصر بس. فبما ان هذا الاهتمام العالمي موجود يبقى المهنيه بتقتضينا ان احنا كل فتره نطلع بريس ريليز احنا وصلنا لفين في التحقيق. البعض يشكك النهارده قال لك هو الحقيقه هو رئيس لجنه التحقيق بس لوحده اللي منوط بيه ان هو يطلع البيان ده. برضو اعضاء لجنه التحقيق الاجانب بالذات مش مهتمين قوي بالموضوع ولا ادلوا برايهم ولا اللي عايز يلعب في الماء العاكر. يعني هل تتوقع حضرتك ان لجنه التحقيق تطلع بيان صحفي
والله يا فندم اعمال لجنه التحقيق كلها سريه، يعني لا يطلع عليها احد بالمناسبه يعني انا حتى كوزير سابق ما اعرفش حاجه. انا بكلم حضرتك من واقع خبرتي الشخصيه 43 سنه في مجال الطيران. بكلم من واقع ان انا مريت باكثر من تحقيق، منهم تحقيق دولي في مجال برضه حوادث، وبالتالي عارف كويس جدا ماذا يعني التقرير الختامي للجنة تحقيق الحوادث. هذا التقرير هو الأساس القانوني الوحيد الذي تأخذ به الهيئات الدولية، بدءا من الإيكاو مرورا بالتحكيم الدولي مرورا بأي حاجة أخرى، مهما كان بقى استخبارات مش استخبارات. لا ولا كلام ده ولا بيؤخذ يعني أنا أعتبر الكلام اللي طلعته المخابرات الغربية في هذا الإطار مجرد شائعات مثلا. لا والله انا ما اقدرش اقول عندهم ايه، لان هم ما اطلعوناش، يعني هم الاساس ايه يا فندم؟ طب ما هو ده عيب عندهم حتى في القانون المدني عندنا هنا. المفروض ان حضرتك لو تعرف حاجه عن اي حادث لازم بتخطر جهات التحقيق عما تعرف عن الحادث. احنا لم نخطر يعني كله عندنا بس كونفيدنشال، ما نقدرش نقول لكم. طب انا هعمل ايه يعني؟ انا اخمن يعني مجرد انك تقول لي كده، يعني حتى لو كتبته في التقرير يبقى تقرير غير مهني ويترفض من الايكاو، يعني ملوش اساس. تمام، يعني ده مجرد بيان صحفي حضرتك بتقول وحاجه تقدير يعني لسه لا ده ستيتس ريبورت، بمعنى انه الستيتس الحالي، الوضع الحالي لغايه دلوقتي مش لاقيين كذا، ما شفناش كذا لغايه الان، حتى الوقت، حتى هذه اللحظه، حتى لحظه ما اعلن التقرير بتاعه. طب بخبرتك سياده الوزير، تتوقع الحوار ده يخلص امتى؟ التقرير ده يطلع؟ لا ده لسه هياخد شهور يا فندم، هياخد شهور. البعض قال سنوات برضه، وقد يمتد لسنه او اكثر يعني. ده هياخد شهور، اصل هو هيمر بعد كده في مراحل كتيره يعني. يعني ممكن مثلا ياخد 2016 كلها. لا نقبل ما توصلش لكده، يعني نقبل ما توصلش لكده. طيب، واحنا كين برضه ان احنا نخلصه، يعني احنا في مصر حريصين جدا على ان احنا نخلص هذا التحقيق وننتهي الى نتيجه موثقه وننقلها للمجتمع الدولي، والمجتمع الدولي حر فيها بعد كده. طيب، سؤال اخير سياده الوزير، باعتبار خبرتك برضه 43 سنه في مجال الطيران وانت كنت وزير سابق. طلع خبر انه احنا موافقين على انه شركه عالميه في مجال الطيران هتيجي تفتش على مطاراتنا، هل ده جائز؟ ده جايز. اصل هو حضرتك يعني انت جايز تستعين باي جهه استشاريه. يعني في فرق بين ان انا اجيب شركات اجنبيه هي تؤمن لي المطارات، وان انا اجيب جهه استشاريه ذات ايدج عالمي في التكنولوجي تقول لي لا ده في تكنولوجيات دلوقتي احدث في كذا وفي كذا وفي كذا. الاستعانه باي يعني خبرات عالميه استشاريه لا باس به، انما طبعا وزاره الداخليه هي المنوط بها الحفاظ على الموانئ، وفيها إدارة أمن الموانئ هي المسؤولة عن يعني حفظ أمن وسلامة الموانئ المصرية، سواء موانئ بحرية أو موانئ جوية. سيادة الوزير أنا شاكر حضرتك جدا وأسف لإزعاجك. عفوا يا فندم، تحت أمر حضرتك إطلاقا. وائل المعداوي وزير الطيران